من أسباب الغضب أيها الأكارم المزاح الثقيل الذي يقع بين بعض الناس. إن المزاح مبدأه حلاوة لكنما آخره عداوة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. بعض الأمور لا ينبغي فيها المزاح. يأتي واحد ربما أخذ هاتفك من جانبك، ثم بعدما تبحث عنه لمدة نصف ساعة وينشغل بذلك بالك، وتبدأ تقول: يا جماعة اتصلوا على الهاتف، ابحثوا أين هو، وربما أحرجت بين الناس. قال لك بعد نصف ساعة: هذا هو هاتفك، هذا جوالك، وقد كنت أمزح معك. فعندها ربما غضبت أو غضب هو أو غضب بعض من في المجلس. هذا لا يليق مثل هذا المزاح. أو ربما بعض الناس أخذ سيارتك أو أخذ مفتاحك، أو ربما مزح معك بأخذ حذائك وتخبئته أو ما شابه ذلك. وما أثقل بعض الناس إذا فعل مثل ذلك. خرجت مرة من محاضرة وقد ازدحم الناس بعدها للسلام، فخرجت وعندي موعد لمحاضرة أخرى، فخرجت فإذا حذائي ليس عند باب المحراب الذي دخلت منه، فأخذت أبحث يمينا ويسارا في زحمة الناس، والناس منهم المسلم ومنهم من يريد حاجة، وأنا مستعجل لإدراك المحاضرة التي بعد العشاء. فبينما أنا أبحث وقد تعبت وأرهقت، فإذا بشاب يأتي إلي بالحذاء ويقول: خذ يا شيخ، كنت أمزح معك وقد خبأته. أهذا وقت مزح؟ ألا أيليق هذا بك في مثل هذا الموطن؟ بعض الناس لا يختار حتى الأسلوب الذي يمزح به، فربما وقع بسبب ذلك الغضب، ثم وقع الصراخ بينهما ووقعت الخصومة، ثم بعد ذلك أدى به ذلك إلى المقاطعة أو ما شابه ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا وجادا ولا لاعبا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.